تتعلم حاجه وعايز كارير في حاجه تانية، القلبان ده بقى انك تنط من الحته دي للحته دي. هترجع تاني لحتة ان دي انترست. هو ايه الفرق بين الهواية؟ حد اماتشر هاوي وحد بروفيشنال. بروفيشنال بياخد الحاجة اللي بيعملها از بروفيشن، وظيفة. يعني انت قلت كارير، الكارير يفرق عن الوظيفة، هو الحاجة الاكبر. انت عايز تشتغل في كارير معين غير مثلا تعليمك، غير ده كان تعليم، السؤال. ما فيهاش مشكله. التعليم مش هو النقطه الفاصله، فالتعليم الاكاديمي مش هو ده المسطره اللي نقيس عليها، ده قالب اتحطينا فيه، تمام؟ فاحنا مش قوالب، بس انت اتعلمت الحاجه اللي انت عايز تعملها. لما لو انت عايز كارير هتاخد بروفيشن او مهنه تمتهنها، فبتديها كل حاجه مع جانب انترست. يعني في حد رسام بس هو بيفضل يشتغل والرسم ده هوايه، وفي حد رسام بيخلي الرسم بروفيشن، منها هوايه منها وظيفه. فعادي جدا اللي انت تبقى بتحب حاجة وعايز كارير في حاجة تانية، بس الكارير لازم تبقى بروفيشنال تعمله فروم A to Z. الحاجة التانية هواية، مش هتتأثر أول لما عملتهاش، بس هتبقى مبسوط لو عملتها، تبقى من الحاجات اللي بترفع عنك. تخش يا فئة. محبش اسال على طول، بحب اسيبك تجيب اللي عندك كله. إيه حاجه كده، واحد عايز يغير الكارير بتاعه في ظروف البلد دلوقتي، الظروف الوحشه دي. لو احنا رحنا أمريكا هيقول لي أنا عايز أغير الكارير بس ظروف البلد. لو أنت هتغير الكارير لكارير جديد، إذن في متطلبات جديدة لازم تبقى فيك. تمام. المتطلبات شرحناها قبل كده، بتكون من 3 حاجات: KUSA knowledge وسكيلز، كتب ابيليتيز على ارض الواقع، اتيتيود المعرفه، المهارات بتاعتك اللي هتشتغل بيها، سلوكك. يا هتتعلم الحاجه الجديده عشان تبدا تشتغلها، يا هي فيك بس انت كنت محتاج اللي انت جات لك وظيفه ما بتحبهاش. زي مثلا كلنا عندنا في اول تخرج بيبقى فيه خبطات، فكلنا بنقبل باي حاجه بتيجي، وانا ستيل مؤهل للتانيه، فتشنج على طول في حاجه من الاثنين. يا تنقل على طول لو انت كواليفايد، هتتعلم وتكتسب خبره، وهتتنازل عن بعض الحاجات اشهرهم البنفيتس. لو انت خدت خبره في حاجه بيوصل مرتبك لحاجه. تمام. هتتعلم حاجه جديده فانت كانك لسه بتبتدي، فلازم تتنازل عن شويه حاجات، الا لو كان السالري بتاعك في البدايه مقابل السالري بتاعك في مستوى الخبره دي. فايه التضحيات اللي انت هتعملها؟ صح. بس اهم حاجه يبقى انت مؤهل للوظيفه. كونك اللي انت بتتمنى فقط ملهاش اي قيمه. كل الناس بتتمنى ان هي تشتغل كذا، كل الناس بتتمنى تبقى زي ده، كم واحد بياخد اكشن. طيب حاجه كده خاصه بيك انت، مثلا لما تحس انك ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. لما تحس انك محبط، ايه اللي الحاجه اللي بتشجعك تاني انك ترجع تشتغل تاني؟ حاجه اللي بتحس ان هي دي اللي ادتني موتيفيشن كده ان انا ارجع اشتغل تاني. مفيش حد ما بيحبطنيش، بمعنى مفيش. كلام الكتب والناس اللي قبلينا، الفيجن هي اللي هتفضل محركاك، دي حاجة صح جدا. بس انا عن نفسي انا واخد قرار على نفسي، ما بعملش غير الحاجة اللي بستمتع بيها. فلو انا محبط عارف ان الاحباط هياخد فترة، في نفس الوقت بشوف ايه حاجة استمتع بيها. ممكن تبقى استمتاع في نفس الحاجة اللي انا بعملها فافتكر الجانب المنير بتاعها، او استمتع بحاجة جديدة، او استمتع بحاجة اجرب اعملها. تمام؟ بس الفكرة كلها كل حاجة ليها جانب منير وجانب مظلم. دي مثلا مظلمة ودي منيرة. لو الإحباط ابتدى يلف ويبين الجانب المظلم، يا تلف معاها يا تدور على حاجة تانية الجانب المنير بتاعها. أنا مقتنع إن حياتنا رحلة، يا تستمتع يا تتقدر. المتعه في الرحله نفسها، المتعة في الرحلة. مش في الهدف يمكن نفسه. أنا لسه ما عملتش المليون جنيه مثلا من البيزنس بتاعي، تمام؟ المتعة لأن وأنت في ناس رايح له فاكرين أصلاً. إن هي بس بالفلوس. بس الرحلة في الكام سنة اللي فاتت دول أنا عايز أقول لك مستمتع بطريقة بفضل الله عن ناس كتيرة عدتني في تايتل مثلا أو درجة وظيفية، بس هم ما عندهمش الوقت اللي يستمتعوا فيه.